الأنوار ومساء الحلويات، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال دايما يا رب. قبل ما نتكلم على توك النهاردة والأساسيات الخاصة بالميديا باينج، عايزين كده الناس كلها تركز وفي الكلام اللي هيتقال. أول حاجة قبل ما نعرف إحنا هنمشي اليوم إزاي، مش عايزين ننسى أهلنا في فلسطين والسودان وندعي لهم بالخير. وبحب استغل أي حدث بعمله إن إحنا دايما نعمل لهم منشن في كل الفعاليات اللي إحنا بنقدمها. يلا بينا بقى نعرف إحنا عندنا إيه وهنتحرك إزاي. يلا بينا. طيب، أول حاجة وإحنا ماشيين كده مع بعض بالراحة، أعرفكم بنفسي الأول، الناس اللي أول مرة أتعرف عليها، وبعد كده نمشي مع بعض خطوة خطوة. أول حاجة سريعا، أنا اسمي عبد الرحمن سليم، خبرة أكتر من 18 سنة في عالم الماركتينج والديجيتال وريادة الأعمال. ناس كتير ما تعرفش إن أنا بره المعرفة أو نعمة ربنا في إن الناس عارفاني أو بتتابعني، إن أنا مستشار حكومة أبو ظبي في جزئية الجروس ماركتينج والإي كوميرس في مشروع اسمه مواهب. بنساعد هناك المواطنين كل 4 شهور بروح راوند ان هم ازاي يبداوا اعمالهم اونلاين وازاي يبقى في ارباح اونلاين. على التوازي فانا مؤلف كتابين، جروس هاكينج بالعربي وشركاء لا ينامون الكتاب الجديد اللي له علاقه باستخدامات الذكاء الاصطناعي. وبعد كده من السنة الماضية، بعد يعني سنين طويلة في التدريب في الشركة عندنا أو في جامعات زي الاي او سي، فقررت ان انا اخر فترة ليا في هذا الاطار تكون دورات متخصصة بديها للناس الادفانسد او الناس اللي هي اوريدي شغالة، عشان اخلق اجيال جديدة مختلفة ان هي تكمل المسيرة بتاعتنا بشكل مختلف. واخر حاجتين، ان انا مؤسس اكاديمية اي اف ان دي من عام 2014، وكمان كان عندنا ايجنسي اسمها هادرونيك وقفنا عملها شهر 12 الماضي. وكمان بنحضر لمفاجأة إن شاء الله في الشرق الأوسط، لمنصة إن شاء الله تكون منصة عالمية ليها علاقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي. طيب، ده كده بشكل سريع أكتر حاجة فرقت معايا إيه في ال 18 سنة خبرة، هو شغلي التكنيكال مع شركات مختلفة زي فورد، زي لينكولن، زي أبل بيز، زي مزاج، زي المغربي، زي سحاب تكنولوجي في الكويت، زي طلعت مصطفى وشركات مختلفة. بقول ده ليه؟ لأن هو المجال بتاعنا بشكل بسيط إن هو عبارة عن تكنيكال دايناميك اكسبيرينس، مش كلام نظري أو كلام من فوق مش هيؤدي إلى حاجة. طيب، وبناء عليه كده بحكم يعني شعر الأبيض اللي عند الواحد واللي بنشوفه في المجال، فأنا بحب دايما آخد سبب إن نعمل مبادرات تفيد الكوميونتي بتاعنا في المجال في الوطن العربي، ودي هدف مبادرة النهاردة. هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم بشكل بسيط عن فكرة الميديا باينج، أقسامها إيه، عبارة عن إيه المايند سيت بتاعتها، وهكذا. أوكي. طيب، أول حاجة بس قبل ما نتكلم، فمش عايزين حد يعني في الشات كده يشغل باله الصوت الدنيا. انا كده كده ان شاء الله واخد نية ان المحاضرة تكون مسجلة، اوريدي مسجلها، واخد نية ان انا هرفعها على قناة اليوتيوب عشان تكون متاحة معاكم بعد انتهاء المحاضرة النهاردة واكبر عدد يستفيد بيها. فنركز الناس اللي حاضرة بس مباشر على المعلومات اللي هي هتتقال ان شاء الله. طيب، بسم الله كده. فاحنا بشكل بسيط هدف المبادرة النهاردة نتكلم عن ايه؟ ان ناس كتير جدا فيها 3 اقسام. واحد، يا اما شريحه هي مش عارفه تبدا في عالم الميديا باينج بشكل سليم. الاحتمال التاني هو بدأ على بسيط بس هو مش عارف بناء على ايه بيتحاسب، او الايجنسي بناء على ايه بتقدم اقتراحات تكنيكال او استراتيجي وحلول تساعد الشركات. الشريحة الثالثة ان انا سمول بزنس اونر، مش عارف احاسب الايجنسي او التكنيكال تيم، ففي لخبطة في مفاهيم كتيرة، والدنيا ماشية يعني للأسف بنسبة كبيرة ماشية ترند بقالها 4 سنين أو 3 سنين. يعني إيه ترند؟ ابقى معدي ماشي اقول لك ايه اخبار السي بي او معاك، ايه اخبار البريبق، ايه، فابدا اقول لك اختصارات او فانت تكون مش فاهم احنا بنتكلم بيزد على ايه. اول ترند الاشهر ان احنا ناخد سكرين شوت من كامبين هي ناجحه جدا، بس انت مش عارف هي ناجحه ليه او مش عارف هي فشلت ليه. انا بوريك الصوره النهائيه عشان تعرف ان تكلفه الاعلان ياه دي رخيصه قوي، ده شاطر جدا، بس انت مش عارف الكواليس اللي ورا الكامبين كانتجريتد كوميونيكيشن تشانلز ما بين الاوفلاين
والاونلاين. طيب ده كده بشكل بسيط نبدأ نتكلم بالراحه. بفكركم عشان الناس تستفيد ان انا مش ببص على الشات وانا بشرح. اوكي؟ فعشان عايز الناس مركزه واليوم ده ليكوا انتوا، هتكلم انا اول جزء، وبعد كده لما اخلص خالص هعمل بريك كده 5 دقايق، هسيب جزء من فريق العمل اللي معانا ان هو يساعدكم في شويه اسئله واستفسارات للبدايه في المجال، وبعد كده هرجع لكم اخصص وقت للاسئله بتاعتكم ارد عليها بشكل مباشر. فنركز على اول جزء. يلا بينا. طيب اول حاجه بنبدا بيها بسم الله الرحمن الرحيم هو جزئيه الادفرتايزنج مايند سيت، او ايه هي اقسام مجال عالم الادفرتايزنج. اول حاجه بشكل بسيط، عالم الاعلانات هو مش بس الديجيتال ماركتنج او الميديا باينج. عندي 3 احتمالات. اول احتمال هو عالم الديجيتال ميديا اللي احنا اتعودنا عليه. العالم الثاني هو القديم تراديشنال ميديا. العالم الثالث هو اسمه كروس ميديا استراتيجيز. طيب ايه الفرق بين الثلاثه واحنا بنبدا نبني المنصات بتاعتنا بشكل سليم؟ اول حاجه هو الديجيتال ميديا. الديجيتال ميديا هو ان احنا بنعمل اكيد اعلانات باللغه العربيه مدفوعه مموله ايا كان المصطلحات على منصات التسويق الرقمي، وليس فقط على المنصات التواصل الاجتماعي. بحيث ان انا عندي منصات زي جوجل بلاتفورمز، زي حاجه اسمها نيتيف ادز هنوصل لها كمان شويه، زي حاجه اسمها بروجراماتيك ادفرتايزنج، ومنصات مختلفه بجانب طبعا السوشيال ميديا. اذا اول حاجه واحنا بنسخن ان الشخص اللي بيقول ان انا ميديا باير ده، انا اسف، مش ان انت راجل او بنت بتشتغل على ميتا بس، مش بشتغل على فيسبوك وانستجرام وتيجي تعرف نفسك كفريلانسر او كموظف ان حضرتك ميديا باير. حضرتك وانت مش واخد بالك بتقلل فرص شغلك في الشركات الكبيره او اللي هي فاهمه ادوار الميديا باينج. طيب بنيجي الجزء القديم اللي هو التراديشنال ميديا. اللي هو الجزء القديم بقى بعمل اعلان على التلفزيون، على الراديو، على البيلبوردز وهكذا، من المنصات الاوفلاين اللي احنا متعودين عليها. فدي المايند سيت الخاصه بجزئيه الايه، الادز. عندي بعد كده حاجه اسمها كروس ميديا استراتيجيز. هنا فكره الكروس ميديا استراتيجيز جايه منين؟ جايه من مصطلح قديم برضو اسمه اي ام سي. اي ام سي ده اللي هو انتجريتد ماركتنج كوميونيكيشنز، يعني انا ازاي اعلاني يبقى فيه ربط ما بين المنصات الرقميه اونلاين والمنصات الاوفلاين. ودي من الحاجات اللي ممكن نختم بيها كده في تعريف عن فكره الاي ام سي او الاومني شانل ماركتنج. دي خلوها كمان شويه. فاحنا بنتكلم بشكل بسيط الاول ان انا فكره الاعلانات مش بس ميتا، لا، هي ديجيتال ميديا ونيتف ادز وبروجراماتيك وحاجات كتير. وبعد كده الجزء القديم بتاع زمان وستيل موجود طبعا حتى لو بشكل قليل، هو اعلانات التي في والراديو والكروس ميديا استراتيجيز. طيب جميل، فهمنا ايه السيكتورز والحاجات الظريفه. بناء على ايه ايا كان المنصه اللي انا بعلن عليها، بناء على ايه بيحصل استهداف للعملاء اللي انا عايز اوصل لهم؟ فعندي حاجه اسمها تكنولوجيكال تارجتنج وحاجه اسمها برايفسي كونسيدريشنز. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ اول حاجه فكره التك تارجتنج ان انا بيعتمد كل منصه موجوده زي فيسبوك على حاجه اسمها الماشين ليرنينج. طيب فكره الماشين ليرنينج دي عباره عن ايه؟ ان مثلا بيكون في بيانات كداتابيز، وليكن في دوله مصر، وليكن في مدينه القاهره، وليكن من الناس اللي في القاهره منهم 100,000 شخص مهتم بمجال الديجيتال ماركتينج، صح كده؟ طيب فهنا كماشين ليرنينج بيبدأ السيستم يتعرف على الانترست بتاعت الناس دي، على اهتماماتها، على بتدور على ايه، بيعملوا لايك لأي صفحة، نوع المحتوى اللي بينزل، وبيتخزن في السيستم الخاص بفيسبوك على سبيل المثال، بناء على الالجوريزم الخاصه بالماشين ليرنينج. فكده بناء على الارقام وبناء على البيانات، انا كشخص هيعمل اعلانات ابدا استعين بالمنصات دي بالسيستم بتاعها ان اعلاني المفروض يصل للناس المهتمه بالمنتج او الخدمه اللي انا ببيعها، وليكن في مجال الديجيتال ماركتنج. البرايفسي كونسيدريشنز ان بعد تحديثات ابل عام 2014 او من فتره، يعني هنقول من سوري من 4 سنين،
ان بقى في برايفسي، ان مش كل الاعلانات بتصل لكل اليوزرز. يعني انا ممكن الناس اللي هي بتستخدم ابل او ماك، ممكن اعلانك على فيسبوك لا يصل لهؤلاء الناس. طيب هنا بشكل بسيط، ان احنا ليه بنعرف معلومة زي دي؟ لان انت وظيفتك كحد بيشتغل او هيشتغل في مجال الميديا باينج، ان انت اعلانك يصل للشريحة اللي شركتك عايز توصل لها. فلو افترضت جدلا ان انت اهم التارجت اودينس الناس اللي هي ابل يوزرز او الناس اللي هي ايفون يوزرز، فانت هنا ممكن تعمل ايه؟ تفكر ازاي؟ فلازم عندك بديل اتنين وتلاته. ففي الاخر، زي الميداليه اللي انا ماسكها دي، انت شخص عندك حلول رقميه مختلفه، تبدا تشوف المنصه والاعلان المناسب اللي يوصلك للشريحه اللي انت عايز تستهدفها. طيب جميل جدا جدا. انا اول خطوه بنفكر فيها بشكل بسيط، ويعني ودي من المشاكل اللي بيعاني منها الناس في مصر او الوطن العربي، هو ان اعتبار الميديا باينج ان هي منصات وزراير واوبشنز، يعني ويستنج تايم اند ويستنج بادجت بشكل كبير جدا. اول حاجه بتبدا بالعقل كده والمنطق، هو مابينج ذا بيرسونا. مهم جدا جدا يا جماعه، ان انا قبل ما افكر ايه هي المنصات ولا نوع الاعلان ولا البادجت ولا الحاجات المشهوره دي، لازم اعرف انا بكلم مين وانا بخاطب مين. فدي نقطه مهمه جدا ان انا احطها في الاعتبارات. بمعنى ايه؟ هنا لو انا شخبطت معاكم كده حاجه يعني بديهيه كده في الحته دي للناس، لو افترضت ان في ناس من اللي هم بيبداوا اصلا عندهم مشكله في مفهوم الباير بيرسونا، فهراجعها في دقيقه كده اقول لكم بتفرق معايا ازاي كاعلان. بالمناسبه، بحكم ان هي مبادره تفيد اي حد بيبدا او لا، دي تول اسمها بابل اس، اسهل تول تعمل بيها مايند مابينج تنظم شغلك. اوكي، سهله جدا وفور فري يعني. المهم، فانا عندي كلمه كده اسمها بيرسونا. طيب قبل ما نتكلم على البيرسونا، في حاجة الأول اسمها سيجمنت، وممكن ننزل تحتيها تارجت، وننزل تحتيها بيرسونا، ونمسح دي خالص. الفرق بين التلاتة إيه يا جماعة؟ إن أنا كلمة سيجمنت هي الشريحة المستهدفة. فأنت أول حاجة لازم تاخد بالك منها كبزنس أونر، مش كلام نظري، أنت فعلا لازم تستهدف مين، والموضوع ما فيهوش عند. يعني أنا دلوقتي ببيع أكسسوارز، أوكي؟ فهنا أجي أنا بكلم سيجمنت وليكن بي ماينس أو سي بلس، يعني حد لسه وليكن الراتب بتاعه في الشهر 10000 جنيه مثلا، وليكن حجم الشركة ان هي عندها بيج على انستجرام وشركة لوكال بسيطة جدا. فهنا بناء على تركيزك على الشريحة اللي انت بتفكر فيها، بتبدأ تخش على حاجة اسمها الاستهداف اللي فيها، اللي انت اكيد مش هتستهدف كل الشريحة اللي انت بتفكر فيها. فتبدأ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ فلترة ليهم. فالتصفية دي هي كلمة تارجتنج أو تارجت، اللي هو بشكل بسيط إيه الشريحة العمرية اللي تناسب شركتك. رقم اتنين، أكتر ايدج جروب أو أكتر جندر بيشتري الحاجة بتاعتك، ميل ولا فيميل. رقم ثلاثة، مكانه فين، ساكن فين. بتكون كده إيه شوية معلومات عن أماكن وخصائص الاستهداف ده. طيب ده كده بيزك اوف ماركتنج في حته التارجتنج عامه. ايه السيجمنتيشنز، ايه التارجت اودينس اللي انت لازم تبقى عارفهم بشكل مهم وبشكل مميز. بعد كده بيجي هنا كلمه بيرسونا، دي بقى اللي بنسمعها دايما كتير في عالم الكونتنت والسوشيال ميديا استراتيجي. هو مابينج البيرسونا. البيرسونا باللغه العربيه هنقولها بكل اللغه، هو السلوك والدافع الشرائي للشريحه المستهدفه. طيب بالانجلش بعد كده نترجم: buying motivation and buying concern. يعني بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني هنفترض احنا معانا دلوقتي بس مباشر 260 شخص، اوكي؟ ال 260 شخص دول وليكن ده التارجت اودينس بتوعي، الناس اللي هي بتتابع عبد الرحمن سليم عشان تستفيد من واحد اتنين تلاته. طيب جميل جدا. هنا هل ال 260 واحد دول عندهم نفس المشاكل في المجال؟ اكيد لا. فهنا بنبدأ نرسم الشخصيات الافتراضية اللي أنا هقابلها على منصات السوشيال ميديا المختلفة. نقول أول شريحة اسمها إيهاب مثلا. إيهاب ده بيزنس أونر بيصرف في الشهر وليكن حملات إعلانية 50,000 جنيه. مشاكله إيه؟ إن الشخص الموظف اللي معاه مش بيحقق نتائج. نفسه في إيه؟ نفسه إن هو إزاي بالبادجت دي يحقق أعلى نتائج.
طيب، عندي بيرسونا رقم اتنين اسمها سارة واللي شبهها. سارة عندها 22 سنة، متخرجة من الجامعة السنة دي أو من السنة اللي فاتت، عايزة تبدأ في مجال الميديا باينج. يا عيني سارة دايخة جدا، تدخل على فيسبوك: يا جماعة أنا عايز أبدأ الميديا باينج. تبدأ الناس تسوحها: معلش لازم تبدأي الأول سوشيال ميديا، بعد كده كونتنت، بعد كده ميديا باينج، أو تعالي على طول خشي في مش عارف دبلومة اسمها مش عارف إيه، ايا كان المصطلحات. فيا عيني ساره واللي شبهها مش هيفهموا اصلا المجال ده عباره عن ايه. فالمهم، كل ما انت بتفهم الدافع الشرائي اللي بيحرك العميل بتاعك، كل ما انت اعلانك ككوبي وككونتنت وغيره هيبقى مناسب لساره واللي شبهها او ايهاب واللي شبهه. وبناء عليه لما تنوي تعمل اعلان مدفوع هيجيب نتيجه كويسه باقل التكاليف اللي معاك. ده كده واحنا بنسخن في تعريف كلمه البيرسون. طيب دي بنعملها بناء على ايه؟ داتا دريفن ابروتش او بيرسونا يوتيليتي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ اول واحده الداتا دريفن، يعني ايه؟ مش انت لسه شغال او هتبدا على منصات الديجيتال ميديا، عندك ويب سايت او عندك سوشيال ميديا او عندك الاثنين، او بالفعل بقالك سنه سنتين؟ طيب، اول احتمال في حاله ان انت لسه بتبدا، فهنا بتعمل دراسه لاهم من 3 إلى 5 منافسين ليك على الويب سايت والسوشيال ميديا. ممكن نستخدم ادوات زي كلاريتي، زي اس اي ام رش، زي امبليفاي، زي ريفلك، شويه ادوات ظريفه تجيب لك اهم المعلومات اللي عند المنافس بتاعك، هو بيتحرك ازاي، بيشتغل ازاي، بيستهدف مين، احسن محتوى عمل نتيجة كويسة، اني نوع محتوى، بناء على الارقام بتساعدك من خلال الليسننج بروسيس انك تفهم انت بتستهدف مين. طيب في احتمال تاني وهو البيرسونا يوتيليتي، يعني بناء على اكتر ناس بتتفاعل عندك او معاك او عند المنافسين، تعمل تشيك للتعليقات والكومنتس والمنشنز، وبناء على الانجيجمنت بتبدا تكون البروفايل الشخص اللي انت بتتكلم معاه. فمهم جدا مرحله مابينج ذا بيرسونا. كل دي بديهيات، كل ده لغايه دلوقتي انا ما جبتش سيره الميديا باينج. اوكي؟ فالموضوع عمره ما كان زراير خالص، هو بيبدا من البدايه كمايند سيت: انا دوري ايه، وايه المنصات اللي انا ممكن افكر فيها كمجال ادفرتايزنج بشكل عام، قبل ما نخش على منصات الميديا باينج بس. طيب نيجي بعد كده، سبحان الله لسه بنقول اللي هو بعد ما اتكلمنا على الادفرتايزنج، نيجي بعد كده على اهم المنصات اللي لها علاقه بالديجيتال ماركتنج او الديجيتال ميديا. اول حاجه الاس اي ام، الحاجه الثانيه السوشيال ميديا، الحاجه الثالثه النيتف ادز او البروجراماتيك ادفرتايزنج. طيب ايه الاربع حاجات دول؟ اول حاجه تعريف الاس اي ام، السيرش انجن ماركتنج. بمنتهى البساطه الشديده، انت لو عندك موقع او هتعمل موقع، فانت ممكن تستغل الموقع ده في حاجتين: حاجة مجانية وحاجة مدفوعة. الحاجة المجانية هو مصطلح طبعا شهير جدا من زمان، وهو ال SEO. طيب اللي هو Search Engine Optimizations، ان انا تهيئة محركات البحث علشان موقعك يظهر في نتائج البحث الاولى. طيب الاحتمال الثاني جوجل ادز، الاعلانات المدفوعه على منصه جوجل، عشان برضو اصل للشريحه المستهدفه من خلال الجوريزم جوجل. اوكي؟ في حاجه ثالثه ناس كتير ما بتتكلمش عليها، مش عارف ليه. يعني الاس اي ام دي انا بنفسي بتكلم عليها من 12 سنه، من 10 سنين، يعني من 12 سنه بالظبط او 14 سنه، يعني موضوع قديم يعني. اللي احنا بقى المفروض من 2020 بنركز عليه في الخليج والشرق الاوسط هو مصطلح ثالث اسمه ASO، اللي هو اب ستور اوبتمايزيشن. ان هو لو انتوا واخدين بالكم من اول الكوفيد، معظم انواع البيزنس هي عباره عن ابلكيشنز وتطبيقات لمجالات مختلفه. فهنا نفس فكرة المواقع، في شخص اسمه ASO سبيشالست بيبدأ يشتغل على الابليكيشن ككلمات وشوية حاجات كتير كده عشان يطلع في نتائج البحث الأولى داخل جوجل بلاي وداخل اب ستور. فدول يا جماعة برضو بالمرة 3 حاجات للي عايز يشتغل في الاريا دي: SEO، جوجل ادز، اند ASO. السوشيال ميديا وهو الميتا ادفرتايزنج على فيسبوك، على انستجرام، على واتساب، على ماسنجر،
عندي التيك توك ادز، عندي اكس ادفرتايزنج، عندي لينكد ان، عندي بنترست، عندي سناب شات، والمنصات اللي هي ليها علاقه بالسوشيال ميديا. ازاي اعمل عليهم اعلان مظبوط، وازاي اتحرك عليهم بافضل طريقه ممكنه. طيب، النوع الثالث وهو متقدم شويه، سواء كان النيتيف او البروجراماتيك، هاخد حته منهم بسيطه. احنا دلوقتي اقول لكم مثال سهل يعني. لو احنا مثلا عايز استخدم اعلانات جوجل مثلا، واستهدف الناس اللي بتزور موقع اخباري معين، المهم، فلما اختار موقع زيربيو اعلان يظهر فيه، انت ما بتقدرش تتحكم انت اعلانك بيظهر على منصة زيربيو لمين جواه. انت ممكن تتحكم في المكان بتاع الاعلان، لكن ما تقدرش تتحكم انا عايز الناس اللي هي بتزور موقع زيربيو وبتهتم بالعقارات، بتهتم بالرياضة، بتهتم بالتجارة الإلكترونية أو الشوبينج، بتهتم بالسيارات والأوتوموتيف إندستري وهكذا. فهنا من ضمن يعني المنصات والأفكار وميدالية المفاتيح اللي احنا بنتكلم عليها دي، حاجة اسمها نيتيف ادز، أو أسهل شوية، إن أنا ممكن اتحكم من خلال شركاء لجوجل والمواقع المختلفه. في شركات كتيره جدا كايجنسيز بنشتغل معاها، ممكن ان احنا اعلاني يظهر داخل موقع زيربو، واتحكم في الاستهداف الناس اللي عندها 30 سنه، وليكن الفيميلز اللي بتهتم بالسيارات مثلا. فالكواليتي بتبقى اعلى، وبالتالي القدره الشرائيه اعلى، وبالتالي الكونفرجن اعلى. فدي الثلاث حاجات اللي انا ذهني بيبقى فيهم. طبعا ممكن دلوقتي يجي في ذهني وانا ممكن ابدا بيها على طول، طب ابدا بايه؟ سيبوكوا من الجزء ده، هنجيله كمان شويه. انا واخد الحكايه من تحت لفوق، اوكي. والمفاجاه لغايه لما نمشي واحده واحده، ان كل ده بيزكس اوف ميديا باينج، احنا بنسخن للبديهيات، اوكي. فعشان كده يعني خلوها اخر اليوم نبقى نتكلم في الحته دي. المهم، فده كده اهم الايه، التشانلز، عشان نلحق نكمل في الجزء بتاعنا. طيب، احنا كده قلنا اهم حاجه الادفرتايزنج، التشانلز، نعرف ايه المنصات بتاعتنا، بنتحرك ازاي، كل الكلام الظريف ده. نيجي هنا شويه كده مصطلحات اللي هي بقى بتضايقنا بقى على السوشيال ميديا. يجي يا عيني حد من الناس اللي بتحضر، يا عيني البنت ولا الشاب لسه لا بدأ ولا عارف يتحرك، يلاقيني بقول لك ايه اخبار السي ال في اي. فهو يعني يتكسف كده، ايه السي ال في ده؟ وانا ده اسم قناه مثلا، ولا ابلكيشنز، ولا ايه؟ فيحس ان هو بعيد قوي. هو مش بعيد ولا حاجه، انا ممكن اخترع لك مثلا. يعني هنروح بعيد ليه؟ انا البيرسون براندنج مثلا، لو حد ما يعرفنيش، انا مسميه اي اس جروس. فممكن حد يقول ايه اس دي؟ ده مصطلح جامد قوي، ايه اس دي؟ والله ايه ده فور عبد الرحمن اس فور سليم، يعني ما اخترعتش حاجه، انا بختصر اسمي اي اس جروس، عشان انا بعمل فعاليات بنفسي اسمها ماستر سيريز في تخصصات مختلفه. فاكيد مش هكتب عبد الرحمن سليم بلا بلا بلا، فاي اس جروس، ده مثال يعني. فما بالكم الميديا باينج؟ فتعالوا نفهم اهم المصطلحات. هقول دلوقتي مصطلحات بسيطة، وبعد كده كمان شوية هقول لكم باقي المصطلحات، اوكي. طيب، اول مصطلح اللي هو البيزكس، البيزك اوف بيزكس. تعالوا حتى ايه، اكتبها لكم هنا. هنا بيبقى عندي مصطلح اسمه ريتش، همشي معاكم من تحت خالص. وعندي حاجة اسمها impressions. بعد كده عندي حاجة اسمها frequency. بعد كده عندي حاجه اسمها سي بي ام، سي بي سي، سي بي ال. هقول لكم البيزكس يعني: سي بي في، سي بي اي اي، ار او اس او رواز، وعندنا سي ال في، وعندنا سي بي بي. يعني هقف هنا. طيب نمشي واحده واحده. هنا اول حاجه ريتش، يعني وصول الاعلان لكام شخص. وصل مثلا ل 100، يبقى الاعلان ريتش 100 شخص. طيب، امبريشنز يعني اجمالي ظهور الاعلان، هو ظهر كام مره؟ فممكن يظهر 1000 مره. لمين؟ لل 100 شخص اللي فاتوا. يبقى كلمه ريتش هو رقم الفعلي، كام شخص وصل له الاعلان. اما امبريشنز هو اجمالي ظهور الاعلان. بنيجي هنا بعد كده، هو الفريكونسي. الفريكونسي هو معدل ظهور الاعلان للشخص، ظهر له كام مره؟ مره، مره ونص، مرتين، ثلاثه، اربعه. فده اسمه فريكونسي.
سي بي ام هو الكوست بير thousands impressions او cost per impressions، هي بتتقال كده، بس الاسهل اللي هي cost per thousand impressions. طيب انت ليه يا سيدي بتقول thousand impressions ده وهي سي بي ام بس؟ الاختصار الخاص بسي بي ام يعني تكلفة ظهور اعلاني كام. طيب على التوازي ليه بقول كلمة 1000 impressions؟ لأن مصطلح الظهور الإعلان لكل منصة بيتقاس بالألف كوحدة قياس. يعني الإعلان لما يظهر لألف شخص ده كده 1 impression، ده كده ظهور واحد. لأن تقريبا الألف شخص الإعلان بيظهر لهم لو ظهر لمدة ثانية كده وهو بسكرول داون ثانية أو ثانيتين كده خلاص اتحسب impressions. فما بالكم بقى كام واحد ممكن يعدي كده الكونتنت على السوشيال ميديا. فالسي بي ام هو كوست بير 1000 امبريشنز. السي بي سي هو كوست بير كليك. لو انا بعمل اعلان ان انا اجيب زيارات من فيسبوك على الويب سايت بتاعي، فهنا التكلفه مثلا سي بي سي، كوست بير كليك. بعد كده عندي حاجه اسمها سي بي ال وهو كوست بير ليد. يعني تكلفة الليد الواحدة بكام؟ واقفة عليا بكام؟ بالذات بتوع العقارات ما بيتكلموش غير باللغة دي، سي بي ال ليدز قد ايه، بعنا قد ايه. بيبقى الكلام اكتر رايح ناحية السيلز وغصب عنهم لازم يقولوا كده. رقم خمسة سي بي في، كوست بير فيو. لو بتعمل اعلان هدفه زيادة المشاهدات على الفيديو فبتتحاسب بالمشاهدات بتاعتك ايا كان كل 10 ثواني 15 ثانية وهكذا. بعد كده عندي حاجه اسمها سي بي اي اي، كوست بير اب انستول، كوست بير اب انستول. فهنا لو انت عندك ابلكيشن زي شاهد او غيره وعايز مثلا ان انت تزود الناس اللي عامله له داونلود، فهنا القياس في الاخر ممكن يكون سي بي اي اي، كوست بير اب انستول. نيجي للمصطلح الاشهر اللي هو الرواس او الار او اس. ده بمنتهى البساطة يعني ريتيرن. هتلاقي الموضوع بسيط جدا بس احنا بنحب ايه نصعبها على بعض على السوشيال ميديا. اون اد سبيندنج، سهلة وبسيطة جدا بس لازم ايه نصعب الدنيا. المهم الار او اس اللي هو ريتيرن اون اد سبيندنج، يعني بشكل بسيط جدا انت حضرتك صرفت على الاعلانات 10000 جنيه، اجمالي الريفينيو والله جالك 100000 جنيه مثلا. طب مكسبك كام منهم؟ وليكن 50000 جنيه. يبقى كده خلاص انت كل 10000 جنيه في الإعلانات بتجيب لك مكسب 50000 جنيه. ده كده في حدوتة في ربع دقيقة. اوكي. فهنا انت بتحسب انت صرفت كام وكسبت كام. وطبيعي جدا لغاية لما نجي لها في مرحلة البريفنج ان اي كلاينت عنده حق ان يعرف من قبل ما يبدأ انت هتحقق له ايه. وليها طرق في الكلام والتكنيكال هنتكلم عليها لما اوصل لها. لكن انا بقول لكم بس البديهي عشان في ناس ايه بتبقى مستغربه ان انا بقول كده يعني. النقطه اللي بعديها هو السي ال في اللي هو ايه؟ كاستمر لايف تايم فاليو. بمعنى هفترض مثلا اللي معايا حد من الناس اللي بتحضر النهارده اسمه احمد. احمد ده حضر مثلا في 2023 10 برامج تدريبيه مع دكتور عبد الرحمن سليم. اوكي طيب جميل. احمد ده فهنا نفس الكلاينت اشترى 10 مرات وليكن كل مره دفع 1000 جنيه. فكده السي ال في لاحمد 10000 جنيه. نفهم الكاستمر الواحد دخل لي كام في السنه، دخل لي كام في 6 شهور، دخل لي كام في 3 شهور. تبدأ تفهم رحلة العميل معاك بتكمل معاك ولا بتموت، عشان تساعدك كماركتنج مانجر او ديجيتال ماركتنج مانجر انك تعمل مصطلح تاني اسمه الريتنشن استراتيجي. فده احنا بنغفله، احنا بنشتغل كده يعني على الله يلا كل يوم نجيب نيو ليدز. وده طبعا يعني مش موجود في 24. في عصر الاوتوميشنز والداتا مانجمنت لازم يبقى انت عارف الداتا بتاعتك دي وتستغلها ازاي. فده مصطلح مهم جدا نشتغل عليه لما نيجي نخش بعد كده في ميديا باينج ان شاء الله، وهو السي ال في، الكاستمر لايف تايم فاليو. النقطه اللي بعديها هو السي بي بي اللي هو الكوست بير بيرشيز، يعني الاوردر الواحد كلفني كام. كوست بير بيرشيز.
البيعه الواحده او الشراء الواحد كلفني كام. ده كده بشكل بسيط اهم يعني الايه المصطلحات البسيطه الظريفه اللي احنا نبقى فاهمينها معناها ايه. طيب، نيجي بعد كده نقطه مهمه جدا جدا، مرحله البريفنج. وهنا نقف هنا. البريفنج بشكل بسيط في 3 مراحل بنعدي عليها. اول حاجه مرحله البريف، ودي هتكلم عليها. 2 الداتا اناليتكس. 3 الاد بليسمنت. طيب، هقف هنا. هنا اول حاجه قلنا ايه؟ مرحله البريفنج. اوكي، طيب. ففي تمبلتس كتير جدا بنشتغل عليها في مرحله الايه البريفنج دي. هنا بمنتهى البساطه الشديده، انت بتبقى مثلا كمثال زي ده في الريل استيت، بتبقى عايز تعرف مثلا في البراند اللي بتشتغل معاه. اول حاجه تفاصيل، او خلونا احسن اكتبها لكم فروم اي تو زي. ننزل تحت كده، هسميها البريف بروسيس. ازاي تاخد بريف بشكل بسيط يعني، بدل ما اوريكم برزنتيشنز وحركات وبتاع، لا تعالوا نمشي واحده واحده اسهل. انا دلوقتي عايز اخد بريف مظبوط. اول مرحله بشكل بسيط عشان افهمها، عايز اعرف قبل اي كلام كده شويه تفاصيل. عايز اعرف البراند ستوري، هاخدكم من الاول خالص. فيها جزء الفيجن والميشن. بعد كده بننزل بعد براند ستوري، عايز اعرف البراند هيستوري. بعد كده عايز اعرف تفاصيل عن البرودكتس او السيرفيسز. بعد كده عايز اعرف الاد هيستوري، وهرجع للكلام ده اعيده تاني. بعد كده عايز اعرف تفاصيل عن الديموغرافيكس والبيرسونا او بيرسوناس كلها بقى. عايز اعرف معلومات عن الكومبيتيتور من وجهة نظره. عايز اعرف اليو اس بي اللي عنده. عايز اعرف الويننج برودكت او سيرفيس، واللوزر برودكت او سيرفيس. عايز اعرف الخناقه الشهيره، يا اما تك اوبجكتيف يا اما بادجت. بعد كده بنختم كي بي ايز. وانا كعبد الرحمن بزود حاجه مالهاش علاقه بالتكنيكال، كوميونيكيشن استراتيجي. طيب، تعالوا نترجم الاحتمالات البسيطه الرئيسيه لعناصر ان ياخد بريف ناجح. اول حاجه البراند ستوري. انا عايز اعرف انا دلوقتي بشتغل مع عبد الرحمن سليم كبراند مثلا يعني. فعايز اعرف انت مين، بتعمل ايه، قصتك ايه، بتعرف عليه بقالك كام سنه، بتقدم ايه كشركه او كشخص، رؤيتك ايه، بتحقق ايه، بتعمل ايه، ايا كان نوع البراند ستوري. طيب، بعد كده البراند هيستوري دي مهمه جدا. عايز اعرف دي بالذات مجالات زي العقارات او ريال استيت عامه يعني، بتبقى من الحاجات المهمه جدا. ممكن يبقى في حد هو لما تعمل له اناليسيز بيسلم متاخر دايما، حد عنده مشاكل في التسليم، عنده مشاكل في الكواليتي، عنده مشاكل في التسعير. فالموضوع ممكن يأثر عليك انت بعد كده كميديا باينج. فلو حد عنده مشكله او كرايزس، ممكن نبدا بكرايزس مانجمنت، ممكن نبدا ببراند فاليو بروبوزيشنز ونظبط الدنيا للبراند. هو الموضوع يا جماعه احنا مش سحرة فرعون، احنا اي ام سي انتجريتد ماركتنج كوميونيكيشنز اوف لاين اند اون لاين. ولازم يكون ورايا بزنس مديول قوي جدا. ال3 حاجات دول اللي بتنجحني از براند او ستارت اب او وات ايفر انا مين او بعمل ايه. فبراجع انت مين، رؤيتك ايه، قصتك ايه، عايز تحقق ايه، والهيستوري بتاع البراند الخاص بيك. بعد كده بندخل على البرودكت اند سيرفيسز. مهم جدا يا جماعه. بلاقي الايجنسيز معلش يعني والناس عامه في المجال بتستهتر بالبرودكت والسيرفيس انفورميشن. بتلاقي شركه اي تي، هقول صناعه رخمه اهو عشان ده مرينا بيه، او دكتور مثلا ومعاه الايجنسي او تكنيكال تيم، وهم التيم مش فاهم بديهيات الفرق بين السوفت وير والهاردوير والكلاود سوليوشنز واكس واي زد. ولو في مجال الميديكال ما بقاش فاهم المصطلحات الطبيه.
طب انت بناء على ايه اصلا حضرتك لو مش فاهم ده كايجنسي او تكنيكال تيم او حد بيبدا في المجال، بناء على ايه انت هتعمل مابنج للبيرسونا وتعمل سوشيال ميديا استراتيجي وتعمل كونتنت وتعمل ميديا بلان، هتحرك بيزد اون ايه؟ فمهم جدا ان انت كحد تكنيكال او كايجنسي انك ما تشتغلش بغير ما تفهم كويس قوي البرودكت اند سيرفيسز انفورميشن. حد بقى يخش يدي التيم تريننج، يفهمكم الدنيا فيها ايه، يبقى في كوتشنج في من ناحيتهم هم، يفهموك الدنيا ماشيه ازاي. طب رفضوا، ما عندهمش حد وما فيش، ما تشتغلهاش احسن. ليه؟ لان انت طول ما انت مش فاهم انت بتبيع مين او تتكلم عن ايه، مش هتعرف توصل لحاجه سواء اوفلاين او اونلاين. طيب نيجي بعد كده فهمنا خلاص المنتج ايه وقصته ايه والخدمات وكل الكلام الظريف. نيجي نخش على الاد هيستوري، بنطلب منه او منها ان عايزين اكسس على ال الاد مانجر او البيزنس مانجر، اللي هو باللغه العربيه عشان ممكن في حاجات بحاول اترجمها على قد ما اقدر، مدير الاعلانات او مدير حسابات البيزنس اللي انت بتدير منه كل حملاتك الاعلانيه المختلفه. ليه بنعمل ده؟ انا بحب الاول قبل ما ابني رؤيتي للجديد، بحب ابص بصها على القديم. ليه؟ لان مفيش مدير او كلاينت هيسيبك تبدا اعلاناتك من غير ما توعده هتحقق له ايه. اوكي؟ فهنا مش لوجيك ان يكون كلاينت يكون بيخسر بقاله 6 شهور وفجأة هو عايز من أول أسبوع أحقق له مبيعات رقم معين، مش هيحصل. أوكي؟ فهنا بنفهم ما عنديش مشكله ان انا احسن النتائج بس بنسبه معقوله. فمحتاج الاول ان افهم الهيستوري الخاص بالاد هيستوري بتاعك، اني منصات اشتغلت عليها، تكلفه الكلاينت الواحد كام، البيعه الواحده بكام، الناس مشاكلها ايه، قصتها ايه، صرفت كام، كسبت كام او خسرت كام. افهم كده شويه ايه تفاصيل. احسن منصه اعلانيه كانت معاك شغاله معاك ايه، احسن فئه استهدفتها جابت معاك نتيجه ايه، احسن ديزاين او ارت وورك عمل معاك كونفرجن كان ايه بالظبط. فشويه تفاصيله في بيزكس انك تفهم الهيستوري بتاعه. طب لو مالوش هيستوري خلاص انت هتبص على المنافسين وهتبدا معاه من اول وجديد. فما ينفعش اول شهر اصلا ان انت توعده بحاجه ولا هو برضه يطلب منك حاجه. فدي الحاله الوحيده اللي انا ضد الايه الكاستمر فيها. طالما ان حضرتك ما عندكش داتا وما عندكش انسايتس، انا بناء على ايه هديك متريكس اوعدك بيها؟ لازم يكون في تيستنج وتعارف بيني وبينك، عشان مش معنى ان انا نجحت مع براند معين هينفع معاك انت وانت لسه بتبدأ. اوكي؟ طيب هنيجي بعد كده نفهم تفاصيل عن الديموغرافيكس والبيرسونز. هم اكتر ناس بتنجيج عندك وبتشتري، فيميلز ولا ميلز، 30 سنة، 25، 20، 40 وهكذا. نبص بص على المنافسين، مين هم، منافس مباشر غير مباشر وهكذا. اليونيك سيلينج بوينتس اللي عندك اللي ممكن اركز عليها في الكوبي بتاعت الاعلان في الكرييتيف تفرق معانا جدا. وبالمناسبه في الحته دي حته يعني كونتنت تيبس اكتر، الناس ما بتحبش في الكامبينز الزحمه. يعني مش هاجي اقول انا مثلا وليكن انا مثلا هقول لكم حاجه، وسي مثلا ان انا كنت بتكلم على لينكد ان ماستر سيريس اللي هو ان شاء الله بعد بكره. اكتر حاجه بسيطه جدا كتبتها من 3 ايام في الكونتنت فرقت معايا في الكونفرجن، كلمه بسيطه جدا، حاجه ليها علاقه بالفري، حاجه بسيطه جدا فعلا مش تكنيكال، شغل الفريلانسنج في الجلف وازاي لينكد ان يبقى جروس ماشين ليا هناك بس كده. فهي كلمه واحده لعبنا عليها في الكامبين، قعدت 4 ايام بس ولا 3 ايام، خلصت تارجت 20 بيد تيكت اليت بيرسونز عايز اوصل لهم بالكواليتي اللي انا عايزها. مش لازم اقول بقى ان انا 50 سنه وبعمل وبروح وبسافر وبروح وباجي ودي 7 محاور للماستر سيريس وعندي. لا ما تزحمش الدنيا. سواء بقى انت بتشتغل في الفود اند بفرج، في الريل استيت، في الاي تي، في الميديكال، خد كلمه العب عليها في الكامبين هتجيب لك كونفرجن احسن. بعد كده هنا مهم جدا اعرف اكتر منتج بيبيع معاه واضعف منتج بيبيع معاه، عشان اعرف اشتغل على ايه في الكويس واخد بالي على ايه في الضعيف وهكذا. بعد كده هنا بقى الخناقه الشهيره بقى، لما بنظبط كل الردود يا جماعه دايما بنيجي للسؤال الاشهر، انت هتصرف 10,000 جنيه هتحقق كام؟ فهنا بمنتهى البساطه الشديده عشان نظبط الكوميونيكيشن، يا اما بنتعامل مع المدير او الكلاينت، يا اما تكنيكال اوبجكتيف، يا اما بادجت اورينتد. ايه الفرق بين الاثنين؟ وليكن انت حضرتك مش محدد ميزانيه معينه، خلاص قول لي ان انا وليكن عايز 100 ليدز. انا بقى هشوف ال 100 ليد دي تكلفتها كام وهتكلفك كام.
ما تجيش تقول لي ما اعرفش وقول لي وبتاع، هي ليها رد هقول لكم عليه بس مش دلوقتي، اللي هو لو حد يعني مرخم معاك ومش عايز يديك معلومه هقول لكم تتعاملوا معاه ازاي، بس ده مش دلوقتي. لكن دلوقتي بنتكلم في البديهي، ان لازم يا اما اعرف انت عايز تبيع كام، تعمل ايه، عايز اعرف الاهداف التكنيكال من الاول، او لو انت مش محدد ده خلاص قول لي بادجت وانا هتصرف. فوليكن هنا في البادجت انا معايا 10,000 جنيه. يبقى انا كده كميديا باير او حد بيشتغل في الحملات الاعلانيه عرفت ان انا هصرف 10,000 جنيه. ابدا بقى اشوف بخبراتي هوزعهم على اني منصه، هتشتغل كام يوم في الشهر، ايه الكوبي اللي هركز عليها، وشويه تفاصيل تانية في المجال. طيب، يا اما ده يا اما ده، وهتلاقوا نوع ثالث ده هقول لكم تعملوا معاه ايه، لا هيرد عليك في ده ولا هيرد عليك في ده، ده هنوصل له كمان شويه. طيب، بعد كده بنختم بحاجه مهمه جدا اسمها كي بي ايز او متريكس، يعني ايه الارقام اللي انا وانت هنتحاسب عليها. دي مهمه جدا للشخص اللي ناوي يدخل مجال الميديا باينج، ما ينفعش تشتغل من غير حساب او ارقام او كي بي ايز متريكس بتحاسب عليها. سعر الليد مثلا ب $10، او هجيب لك آه وليكن 10 بيعات بالرقم ده، او هحقق لك نسبه ظهور كذا او وصول وات ايفر يعني. انت عايز تحط لنفسك ايه هي الكي بي ايز بناء على اهداف الكامبين اللي انت هتشتغل عليه. هنا ضفت حاجة هي بصراحة مش تكنيكال يعني، بس أنا بيزد على يعني سنين طويلة لطيفة في الوطن العربي مش مصر بس. من أهم المشاكل اللي بتخسرنا كلاينتس وبتخسرنا ناس وبتخسرنا شغل هو الكوميونيكيشنز استراتيجي. فدي أنا حطيتها في الآخر كده إيه، بره التكنيكاليتي. أقصد بيها إيه؟ إن أنت ما تبقاش من أول منظم هتتكلم معاه إزاي يعني. اللي بيحصل ان انت بتتفق وبتبداوا، فهنا يجي بعد صلاة الفجر يبعت لك رسالة يقول لك انا مش حاسس الكامبين، مش داخلة مشاعري، مش داخلة كليتي، مش داخلة وداني، ايا كان. مرة تانية يجي بعديها صلاة الظهر يقول لك انا ابن خالتي قال لي الكامبين دي مش ناجحة، انا لو كنت فاضي كنت عملتها. او انت تيجي تزن عليه كتير جدا كايجنسي او تكنيكال، فالعلاقه دايما بايظه. فلازم من الاول تحدد ان ليك عندي وليكن ان انا كل اسبوع هبعت لك الابديتس بتاعت السيلز في الاول، وبعد كده تبقى كل شهر، وبنتكلم مره او مرتين في الشهر في ميتنج، وبنعمل كذا، وفي سي ار ام او اي ار بي او جوجل شيت شيرد بيننا وبينكم نشوف فيها الارقام والنتائج بتاعت الكامبين. اوكي. هتلاقوا نوع تاني، انا عارف ان في ناس كتير بتحضر معايا النهارده كلاينتس. اوكي. هتلاقوا في نوع تالت يقول لك ايه، لا 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 اديني اكسس وريني بتعمل ايه، قول لي الاستهداف كله، قول لي ما اعرفش ايه. ما ينفعش وما تشتغلش معاه. الكلاينت خدوها قاعده، الكلاينت اللي بيشوف البيرد فيو، اللي بيشوف البيرد فيو من فوق وبيشوف كل نقاط القوه اللي عندك ونقاط الضعف، بيقلب صقر عليك والكوميونيكيشن هتبوظ. نيفر ايفر تدخل الكلاينت معاك في تفاصيل. هو ليه عندك ارقام؟ هل احنا يا جماعه بالعقل كده تليفون ابل ده، اوكي ايفون قصدي، ابل ايه، تليفون ايفون ده، هل انتوا كلكم بتكونوا جوه المصنع بتاع ابل شايفين بيصنعوا الموبايل ازاي؟ اكيد لا. هل المصنع ده ما عندوش نسبة هدر ولو 10% في الامكانيات والبروسيس اللي موجودة في الموبايل؟ اكيد في هدر طبعا، بس انت مش بتشوفه. انت مش بتشوف الفاينل برودكت في التريد لاين فور اكزامبل، فانت بتشوفه فاينل ستيج. فهنا نفس الكونسبت، الكلاينت ليه عندك ارقام خليك قدها وتحاسب عليها. ما تدخلوش بقى وهنعمل واتساب جروب وهنجيب خالتي وهنجيب مش عارف مين وهنعمل ايه. التفاصيل دي يا جماعه تو ماتش هيدك وتو ماتش هتخسرك مديرك او شغلك او زميلك او كلاينت، سواء انت موظف فريلانس ايجنسي. ف it's too much important to define the communication process. ازاي تنظم لغة التواصل بينك وبين العميل اللي انت بتشتغل معاه، نقطة. اوكي. طيب، هنا ده كده بشكل بسيط مرحله البريف عملتها كده بشكل رايق، الدنيا فيها ايه وكل الكلام الظريف ده. في مصطلحات تانية زي مثلا السي في ار او الكونفرجن ريت. طيب، هنا جزئيه السي في ار او الكونفرجن ريت اما نخش على التفاصيل كده كده الحاجات دي انا قلتها بتاعت الترمينولوجيز. من ضمن الحاجات في المصطلحات هنا حاجه اسمها سي في ار.
طيب ما قلناهاش في التعريفات. السي في ار يعني كونفرجن ريت، بتختلف من صناعه للتانيه. طب يعني ايه كلمه كونفرجن ريت هنا؟ الكونفرجن ريت يا جماعه يعني هقولها بمثال بسيط وبعد كده اقولها تكنيكال. هنا الكونفرجن ريت هنا بشكل بسيط، تعالوا كده نعمل مايند مابينج جديده. الكونفرجن ريت يعني لو بتفرج على ماتش كوره، وهفترض جدلا ان مين مثلا، وليكن ايا كان نختار مين، وليكن مثلا ميسي، احسن واحد في الكوكب بالنسبه لي طبعا. فميسي وليكن جاله في الماتش 10 انفرادات بحارس المرمى، يعني 10 مرات هو والجون. ميسي جاب من ال 10 انفرادات 8 اهداف. فده معناه ان الكونفرجن كام في المية؟ 80%. من كل 10 فرص في تحويلات بنسبة 80%. فده كونسبت السي في ار، الكونفرجن ريت. اوكي. فدي المايند سيت اللي احنا بنشتغل عليها في الادز. ان كام مثلا لو بعمل اعلان ترافيك على الويب سايت، كام واحد زار الموقع بتاعك واخد اكشن؟ فوليكن 1000 واحد دخل الموقع بتاعي بتاع الاي كوميرس، بس في 20 واحد بس اشتغل او اشترى. اوكي. فده الايه البوينت فيو، اللي هو كام واحد دخل واخد اكشن ليك. طيب نيجي نخش المرحلة التانية. طيب أنا دلوقتي جميل عايز أخطط للحملات الإعلانية بتاعتي، أعمل إيه وأشتغل إزاي؟ خلونا قبل برضو ما نروح لدي سريعا كده، لو أنا حبيت أنظم أنا كميديا باير، أنا ببدأ منين وبروح لفين؟ أول حاجة عندي سوشيال ميديا أدز الأسهل، وعندي جوجل أدز، وعندي ناخد النيتيف أدز، وعندي ببلشرز، وعندي بروجراماتيك، وعندي الواتساب العادي ما ننساهوش، وعندي الايميل ماركتينج. طيب ده كده شكل بسيط يعني. فانا كميديا باير المفروض يا جماعه دي الاسلحه بتاعتي، دي الاسلحه بتاعتي. اول حاجه ان انا بقدر اعمل اعلانات ناجحه على منصات فيسبوك، انستجرام، تيك توك، اكس، وهكذا. او منصات زي جوجل ادز، او حاجه اسمها نيتيف ادز اللي احنا شرحناها او اتكلمنا عليها، او حاجه اسمها بابلشرز. طب بابلشرز هنا هنقول بالاسماء عادي، دي حاجه في صالحهم. وليكن انا عايز اعمل اعلان بالشراكه مع منصه المصري اليوم، منصه جريده عكاظ في السعوديه، منصه جريدة البيان الإماراتية، منصة اليوم السابع على المصرية، وهكذا. فهنا في وكالات إعلانية واخدة حقوق الإعلان على هذه المنصات المعروفة والمرموقة، أيا كان الكاتيجوري الخاص بكل موقع فيهم. فهنا دي من ضمن الأهداف اللي أنت ممكن تشتغل عليها وإعلانك يظهر عليها كببلشرز. الواتساب ان انت في حاجه اسمها واتساب بي تو بي وفي بي تو سي، وفي ادوات كتيره جدا ممكن اشتغل عليها في جزئيه الواتساب. نفس الفكره الايميل ماركتنج. فانت عندك منصات مختلفه لازم تبدا تفكر تتعلمها وتشتغل عليها ازاي وتبدا. طيب بالمره عشان نقفل الحته دي طالما احنا اتكلمنا فيها. طب انا دلوقتي لا انا بشتغل فيسبوك وانستجرام بس عشان انا اصلا البيزنس بتاعي صغير. بعد اذنك ما تفكرش بالطريقه دي، فكر بايه؟ لو حد فيكم ربنا كرمه وجاله شغل في الامارات، في السعوديه مثلا، او في الكويت، كل منصه كل بلد قصدي ليها منصات بيهتموا بيها مختلفه. يعني الكويت اعلى حاجه عندهم تخيلوا ايه في الكويت؟ سناب شات ادز، دي رقم واحد هناك. اي ايا كان مجالك ايه. طيب الامارات انستجرام لينكد ان. السعوديه عندنا اكس، سناب شات، يوتيوب، وبدأ تيك توك بقوه يتحرك هناك. بس في مشاكل بالمناسبه، في مشاكل على تيك توك في السعوديه بقالهم 4 شهور. واللي ما نعرفوش بالمره وانا بتكلم كده يعني ان انت لازم تكون شخص ابديتد ان في منصه سعوديه بتنافس تيك توك اسمها جيكو لايف السعودي. تعالوا اوريه لكم.
فمش عارف انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا. يعني في مشاكل ايا كان هي ايه، مش عايز اتكلم فيها يعني. فلما السعوديه في مشكله كبيره مع منصه تيك توك، ايا كان ايه اللي حصل يعني، فكان قرارهم طيب احنا بقى هنعمل ابلكيشن وهننافسكم في المملكه. فعملوا تطبيق خاص بيهم اسمه جيكو. ده نفس فكرة تيك توك بس مباشر فقط، لايف سنابس، لايف فيديوز، كومبيتيشنز، انترتينمنت، في كل انواع الكونتنت اللي ممكن انت تتخيله. والدولة وجهت كل المؤثرين ان هم ينزلوا المحتوى عليه. طيب فلو انت عندك كامبين في السوق السعودي على سبيل المثال، فمهم جدا تعرف معلومة زي دي عشان تاخد ده في الحسبان وتحطها في الميديا بلان او خطة الاعلانات، علشان الكونتنت والاعلان يظهر داخل هذه المنصة. طيب نرجع تاني. فده انا كميديا باير بيبقى عندي الاسلحه دي. كموظف اقول لو انا جالي وظيفه في الجلف ابقى ريدي. جالي وظيفه في امريكا، من ضمن المنصات القويه جدا جدا في الاي كوميرس، تخيلوا ايه؟ بنترست ادز. الاعلانات على بنترست قوي جدا جدا في امريكا في الاي كوميرس، فدي مهمه جدا. فانت لو ده مجالك فكر فيها بالشكل ده. انا عارف ان معظم الشركات المصريه بتركز على فيسبوك والانستجرام بس، اتس اوكي. تمام، دي البدايه ليك كبيجنر. خدها لمده 6 شهور بشتغل ميتا ادز بس بتقنها. بعد كده شويه شويه ادخل ايه، منصه في الثانيه في الثالثه في الرابعه. فانا في خلال سنه سنه ونص انا عملت بورتفوليو محترم على المنصات دي. طيب عايز ابدا بناء على اللي فات. عايز اول خطوه بنعملها في الميديا باينج ايه بعد ما فهمت الالجوريزم وايه المنصات والدنيا ماشيه معايا ازاي؟ اول خطوه بتبقى عباره عن ايه؟ هي الميديا بلاننج. ودي المفاجاه ان معظم الناس بتبدا بالزراير على طول. لا، اول خطوه هي الميديا بلان. الميديا بلان يعني انك تخطط لحملاتك الاعلانيه من قبل ما تبدا. اوكي. فاول نقطه فيها هو حاجه اسمها ذا عايده موديل اللي احنا بنسمع عنه والاشهر. هو شركتك فين في انهي مرحله في هذه المراحل؟ فدي مثلا عندي حاجه اسمها مرحله الاويرنس، الانترست، الديزاير، الاكشن. الفرق بين الاربعه ايه بشكل تكنيكال شويه؟ هنقول مثال عملي. انا دلوقتي شركه اسمي اكس لسه بيبدا، فهنا اكيد انا محتاجه في اول مرحله ان الناس تعرفني، وبالتالي انا عايز الناس تروح على الموقع بتاعي على صفحه الهوم بيج، الصفحه الرئيسيه، او تشوف فيديو يعبر الناس انا مين وبقدم ايه كخدمات او منتجات. صح؟ المرحله الثانيه وهو الايه، الانترست، ان انا بستهدف الناس بناء على ان هي ممكن تكون مهتمه فعلا بالمنتج او الخدمه اللي انا بقدمها. الاتنين دول على بعض مرحلة الاويرنس او الانترست بنسميها بوش كوميونيكيشن. ان انا ايه، بخلي الناس ان هي تبدأ تنجيج في الحاجة بتاعتي، البوش كوميونيكيشن. طب لو بشتغل على جوجل ادز، فممكن نوع اعلان يبقى زي الديسبلاي ادز، ده من الحاجات اللي هي بتعمل انتشار كبير، زي الفيديو فيوز، زي الاويرنس في الفيسبوك. الحاجات دي بتفرق معايا في المرحلتين دول. طيب المرحلة الثالثة والرابعة وهي الديزاير والأكشن. الديزاير والاكشن يعني هو الشخص من غيرك هو عايز فعلا يشتري، هو بيدخل على جوجل عروض الفالنتاين، عروض عيد الام، عروض مش عارف ايه. فهنا اسمها بول استراتيجي، هو بيدور عليك، هو بيدور عليك، فلازم تطلع له في السيرش انجن، لازم تطلع له على السوشيال ميديا. فهنا بنركز على البول كوميونيكيشن زي الاعلانات الرسائل ماسنجر، زي الليد جنريشن، الاعلانات اللي لازم تركز عليه فيها وهكذا. فهنا بنسميها البوش، وهنا عندي البول استراتيجي. فهنا اول مرحله للبلاننج هو ان انا افهم اول نقطه حاجه اسمها ذا ميديا دياجرام. ان انا عندي فور تايب اوف كوميونيكيشنز. حاجه اسمها ان اعلاني بينتشر فين وبيظهر فين، فلازم نفهمها كاستراتيجي. اول حاجه هو الايرند ميديا، تاني حاجة اسمها الشيرد ميديا، التالتة البيد ميديا، الرابعة الاوند ميديا. طب ايه الفرق بين الأربعة؟ الايرند ميديا اللي هي أكتر حاجة ممكن تعمل لي انتشار، حاجة بكتسبها عن طريق ناس تانية، زي ايه؟ زي الانفلونسرز، زي مواقع الإخبارية زي اليوم السابع، زي الصفحات والجروبات اللي ممكن تتكلم على شركتي أو صفحتي.
فده اسمه الايرند ميديا. فدي بحطها في بالي وانا بعمل خطه اعلانيه. ايه الصفحه اللي ممكن اعمل معاها شراكه؟ مين المؤثر اللي ممكن يتكلم عليا؟ مين الجروب اللي ممكن اعمل عليه خصم لاعضاء الجروب؟ وهكذا. الشيرد ميديا ان انا انزل محتوى على سوشيال ميديا عشان الناس تتفاعل معاها وتبدا تانجيج مع المحتوى. رقم ثلاثة وهو البيد ميديا. البيد ميديا ان انا الاعلانات المدفوعة اللي انا بشتغل عليها على منصات السوشيال ميديا المختلفة او الويب سايت ادفرتايزنج. النقطة الرابعة وهو الاوند ميديا، الناس اللي بتجيلي اورجانيك، الناس اللي بتدور عليا، بتزور الموقع من الاس اي او، بتزور البلوج من السيرش انجن، او الانترنال كوميونيكيشنز، الناس بتفوت على مكانك او انت موجود فين او بتعمل ايه. طيب بناء عليه نبدأ بقى ننظم خطوات الإعلان. أنا كده خدنا بريف مظبوط. رقم اتنين، أهداف الحملات الإعلانية. رقم ثلاثة، إيه أهم الأدوات اللي ممكن نشتغل عليها. بعد كده ده هعلق عليها كمان دقيقة. بعد كده ده اسمه establish the foundations، بداية الإعلان، البريف، الهدف، عايز توصل لمين. رقم اتنين الاكسس كي درايفرز، اللي هم معلومات عن الاودينس او العملاء اللي انت عايز توصل لهم. بعد كده يلا اعمل كرييشنز للاستراتيجي، اني منصه، نوع الاعلان، وهكذا. وبعد كده بنعمل حاجه اسمها ليرن اند ميجر، ان احنا بنراجع نتائج الحملات الاعلانيه. طيب ده كده بشكل بسيط هرجعها تاني، بعد كده هرجع لها كمان شويه. ان خطوات التخطيط، اهداف الحمله الاعلانيه، اعلاني هيروح لمين، هينزل على انهي منصه، ونوع الاعلان ايه، وبعد كده ازاي بقى بقيم الحمله الاعلانيه. طيب بناء عليه ده كده اللي فات يا جماعه، ده كان مصطلح اسمه الميديا بلاننج. الميديا بلاننج اوكي، وهو كيفيه التخطيط لحملاتك الاعلانيه. هتنزل على انهي منصه، نوع الاعلان ايه، متوقع تحقق ايه من الاعلان اللي انت هتشتغل عليه. ده كده اول مرحله في عالم الميديا ادفرتايزنج اللي احنا بنشتغل عليه. طيب بعد كده المصطلح التاني اللي هو اسمه ميديا باينج. نبدأ نشغل اعلانات المدفوعة بناء على الاستراتيجي على المنصات المختلفة. طيب بره البريف، فهنا بنعمل ايه في الميديا باينج؟ بنعمل ثلاث حاجات. اول حاجه، خلاص انا شغلت الاعلان على جوجل او على ميتا او تيك توك، فكده انا بنفذ الخطه اللي احنا عملناها. ابدا اشغل الاعلان واشوف نوع الاعلان، هنزله على انهي منصه، هيحقق ايه، هيعمل ايه، بشغله بقى خلاص على المنصات اللي انا وعدت بيها في الميديا بلان. فطول ما الاعلان شغال في مونيتورنج كامبين بيرفورمانس، اشوف اداء الحملات الاعلانيه ايه. فهنا نبدأ نشوف بشكل بسيط الكامبين ناجحة مش ناجحة، مخيشة، كواليتي وحشة، كواليتي كويسة، عشان نبدأ ناخد قرارات. والكامبين شغال مثلا بعد 4 ايام مثلا 5 ايام ممكن ابدا اخد اول قرار او اول مترك ممكن افكر فيه. بناء على اداء الحمله الاعلانيه بنبدا ندي اقتراحات على حاجه اسمها ايه، بادجت ادجستمنت. هوقف الاعلان، هزود الميزانيه، هنقص الميزانيه، هلغي منصه ملهاش لازمه، هزود منصه تانية، وهكذا. من الترشيحات او الريكومنديشنز اللي ممكن نشتغل عليها في مرحله البادجت ادجستمنت. بعد كده بنختم في الاخر حاجه اسمها ريبورتنج اون سبيندنج، يعني صرفت كام وحققت ايه. طيب ازاي انظم عناصر الميديا بلان بتاعتي او الخطه بتاعتي؟ اول حاجه نوع الاعلان اللي انا بحدده. رقم اتنين تكلفه الاعلان الواحد. ثلاثة التسعيره بتاعت النتيجه واقفه عليا بكام. أربعة الفاليو أو النتائج اللي حصلت. خمسة إجمالي الميزانية اللي أنا صرفتها. طيب ناخد أمثلة. قبل الأمثلة إحنا قلنا أول حاجة إيه؟ أوبجيكتيف. يعني أول حاجة يا جماعة قلنا إيه؟ مثلا قلنا، خلينا كده نقولها تاني. اول حاجه في التخطيط شانلز، بناء على بريف الكلاينت بيشتغل فين، دوله ايه، بيعمل ايه، هنزل اعلاني على ميتا ولا تيك توك مثلا ولا اكس ولا لينكد ان ولا جوجل ولا ايه بالظبط. طيب بعد كده قلنا المرحله اللي بعديها اسمها ايه، اوبجكتيفز. هنا مع اختلاف المنصات معظم انواع الحملات الاعلانيه مش بعيده عن بعض. يعني بتلاقي حاجه اسمها اعلان اسمه اويرنس. الاويرنس اول حاجه. الاحتمال التاني مثلا بنلاقي حاجه اسمها مثلا فيديو فيوز، هقول اهمهم يعني
انجيجمنت وترافيك وليد جنريشن، هقول اهمهم يعني. اب انستول، كونفرجن، ومثلا برودكتس كاتالوج، او شوبينج ادز في جوجل مثلا، هقول يعني اهمهم او اشهرهم. يعني خلونا في ده. فدي اهم طبعا الماسنجر، طبعا نسيت برضو ايه نزوده، الماسنجر ادز او المسجز ادز، خليها احسن، المسجز ادز. طيب ايه الفرق بينهم هنا؟ لو انت، هقول الفرق النظري وهقول العملي. الفرق النظري بيقول ايه؟ ان انت الشركه بتاعتك في البدايه، فلازم تبدا بحاجه اسمها السيلز فانل. يعني ايه السيلز فانل؟ يعني انت ما ينفعش تبدا تبيع، انا هقول ده الكلام النظري الصح، اوكي؟ بس انا كعبد الرحمن سليم هقول لكم بقى كارض الواقع، بالذات في الظروف الصعبه اللي احنا فيها، احنا برضو بنعمل ايه. يعني هقول دي وهقول دي عشان قلت معلومه كامله مظبوطه. فالسيلز فانل اللي هو الكلام المقنع الصح جدا، وانا معاه جدا قلبا وقالبا وبقوله، ان انت في حاجه اسمها سيلز فانل. وليكن انا النهارده عملت شركه، وليكن ايا كان اللوجو، شركه ميه مصريه، اوكي؟ ولسه النهارده معموله. فهنا بيبقى في حاجه اسمها كولد ليد. بعد كده عندي مثلا بوتنشال، او هخليه احسن كده. وبعد كده هوت. وبعد كده ري ماركتنج. وبعد كده ريتنشن. طيب ايه الفرق بينهم؟ اول واحده الكولد ليدز، يعني حد ما يعرفكش اصلا، فبناء عليه يبقى انا طالما ما يعرفنيش، فانا عايز اعلاني يتشاف اكبر عدد من المرات عشان الناس تعرفني. فبعمل اعلان نوعه اويرنس او فيديو فيوز، ده فكره النوعين دول. فلو انت في المرحله دي، فطبيعي هعمل ده وهعمل ده. طيب لو انت عايز ناس ممكن تكون مهتميه بالديجيتال ماركتنج زي ال 250 واحد اللي معانا النهارده، فساعتها ممكن اطلع اعلان انجيجمنت، تعمل لي كومنت، تعمل لي شير، تبعت لي رسائل، عشان من التفاعل معايا ده يبقى انت ممكن تكون مرشح ان من ال 250 دول في 20 واحد يشتري المنتج بتاعي، او 50 ايا كان الصناعه يعني. طيب الهوت ليدز مقصود بها ايه؟ يعني حد اوريدي هو بيسالك مع نفسه، دخل يا استاذ فلان انت هتعمل الماستري اللي جاي امتى؟ والله يا شركه كذا ازازه الميه دي بكام؟ اشتريها منين؟ وهكذا. ده هوت ليدز. زي ما حصل معانا في البراند المصري، والله نسيت اسمه من كتر هو مش موجود، اللي هو طلع في المقاطعه بتاع زي البيبسي والحاجات دي، اسمه ايه ده؟ اللي هو فيه اناناس وفيروز اللي هو مش سبيرو سباتس. والله من كتر ما هو مش موجود انا نسيته اصلا. المهم، فهنا الناس من نفسها بتدور على صفحاتهم وبتسألهم، والمنتج مش موجود، دي قصة تانية، لكن دي حاجة حلوة جدا. ده هوت ليد جاهز، ده بيروح يدور منتج حضرتك فين وبيتباع فين وعايز اشتريه ومش عارف اشتريه. يعني ده كنز هم مش عارفين قيمته يعني. فالمهم، فده الهوت ليدز، ان هو شخص بيسأل من نفسه. طيب النقطة اللي بعديها وهو الريماركتينج، إعادة الاستهداف. الناس اللي زارت الموقع بتاعي قبل كده، الناس اللي مش عارف ايه، فعشان يبقى دول اكبر نسبة مهتمية بالحاجة بتاعتي، الناس اللي زارتني اللي بيني وبينها عشم. يعني ايه؟ يعني ال 250 شخص اللي معايا دول، لو قلت لكم، بقول لكم يا جماعه انا بكره هعمل محاضره تانية ازاي تبدا في مجال الجروس هاكينج، كم واحد هيحضر؟ انا بقول لكم ال 250 هيحضروا. ليه؟ عشان خلاص بقى في منا ثقه، في منا عشم، عرفتوا طريقتي مثلا عامله ازاي. عكس ان انا انزل على السوشيال ميديا بقول مثلا ومحدش يعرفني خالص، واقول يا جماعه ايه، انا عندي جروس هاكينج بكره. فدي الريماركتنج، ان انا استهدف ناس اوريدي عارفاني. طب الريتنشن استراتيجي، ان انا استهدف في الاعلانات ناس اشترت بالفعل قبل كده، اديهم عرض جديد، اوفر جديد، رشح لي صاحبك، رشح لي مش عارف مين، اشتري لصاحبك لصاحبتك، ريتنشن استراتيجي. اوكي؟ فهنا حسب المرحله البيعيه اللي انت فيها بتبدا في انواع الاعلانات تختار الاعلان المناسب لحضرتك. كان انجيجمنت، كان ترافيك، كان ليد جنريشنز، كان اب انستول، كونفرجن على طول اللي بياخد اكشن على المنصه بتاعتك والموقع بتاعك، والبرودكت كاتالوج او الشوبينج ادفرتايزنج لبيع الاي كوميرس او المنتجات اللي انت بتبيعها على الموقع، او اعلانات الرسائل. طيب تعالوا نشوف مثال للميديا بلان. هوريكم مثالين. ده اول مثال كده، بتحط دي وليكن اونلاين ادز،
اهداف الكامبين ايه، وليكن اب انستول، براند اويرنس، كونفرجنز، ايا كانت عايز تعمل ايه. دي جوجل، ابل ادفرتايزنج، سوشيال ميديا. كل منصه فيهم او كل جروب ايه انواع الكامبينز اللي تحته. سوشيال ميديا، تيك توك، انستجرام، سناب شات، فيسبوك. جوجل ادز، تكست ادز، ريماركتنج، اللي هي انواع الكامبينز. ودي بتبقى الخطه الاعلانيه. وليكن هعلن على منصه سناب شات، نوع الاعلان اب انستول، الهدف ان اجيب عدد داونلودز 667. اللوكيشنز سعوديه امارات. الكوست بير داونلود $0.75، يعني كل $500 هدفعهم هيجيبوا لي تقريبا 700 داونلود وممكن 1000. طب الارقام دي بتحط بناء على ايه عشان ما تتخضش؟ بناء على يا اما حضرتك بقى عندك خبره خلاص في ميديا باينج، يا اما تيستنج كامبين اسبوعين اب تو شهر ونص، ومن خلال النتائج تبدا تعرف وتستيميت الكوست بير ريزلت هتقف عليك بكام، الليد بكام، الترافيك بكام، الكونفرجن بكام. وبتبدا واحده واحده على الهادي تبني خبراتك في هذا العالم. موضوع سهل وبسيط ومهم يعني. اللي ممكن انصحكم بيه بس حته نظري شويه، لما تيجي تتكلم مع الكلاينت ما تقولوش انا هعمل تيست اسبوع بس، اسبوعين. هو مش معظم الكلاينت مش باك جراوند تكنيكال، يعني هو مش فاهم انت بتقول ايه. فممكن كلمه تيست تخوفه، فهتقول له هعمل بايلوت كامبين. مش بضحك عليه، بس انا برتب معاه الكلام. يعني هعمل بايلوت كامبين لمده شهر، شهر ونص، كانه مشروع تجريبي. بس انا بقول له بايلوت كامبين عشان نشوف اكتر منصه كانت فعاله معانا، عشان بعد كده الشهر التاني نحقق اعلى نتيجه باقل بادجت. فنفسيا هيرتاح وهيديك المجال. لكن هتست هعرف ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش، هيخاف منك يعني. وفي كده تمبلتس يعني عاملها، ممكن ابقى اشوف كده الشهر الجاي بقى، مش عارف امتى، احاول ارفعها لكم على السوشيال ميديا. فيها تقريبا استيميتد بالخبره كده، بحدثها كل 3 شهور، تكلفه كل نوع اعلان مع اختلاف الصناعات ايه، واقف علينا بكام، عشان اقرب لكم المسافات تبداوا ازاي وتعملوا ايه. طيب نكمل. فده كده بيكون شكل الكامبينز. هل عندك اضافات؟ هتعمل ايميل ماركتنج، هتعمل بوب اب ادز في الويب سايت او السوشيال ميديا. بتبدا تحط افكارك دي، بنسميها اوت باوند جولز. الاوت باوند جولز مثلا ده ابلكيشنز بنشتغل عليه. فممكن تقول والله هبعت ايميل ليست مره في الاسبوع، هعمل نيوز فيد ابديتس فيديو جوه الابلكيشنز، هعمل بوب اب اوفر على الويب سايت او الابلكيشنز، هعمل حاجه اسمها ان اب مسج، الشخص اللي عامل داونلود الابلكيشن يجي له رساله، او هعمل بوش نوتيفيكيشنز. دي افكار كلها اوت باوند هتساعدك برضو. وبعد كده بتحط في الاخر الكي بي ايز اللي انت هتحققها من الكامبين. طيب، يبقى انا عايز اعمل استراتيجي. فبنراجع اللي فات، بنحدد البريف، الاهداف بتاعتنا، الاودينس، نوع الاعلان، الكونتنت تشيك ليست، الديزاين تشيك ليست بنراجعه. بنعمل تيستنج اسبوعين او شهر او ايا كان. البادجت بوزعها ازاي، بعمل تراكنج اند ميجرنج للكامبين طول ما هي شغاله. وبعمل ادجستنج للبادجت، للكرييتيف، للكونتنت، للكوبي، وهكذا. وبعد كده بعمل تقرير نهائي للكامبينز اللي انا عملتها، وادي اقتراحات لتطوير الكامبينز. ده كده مراجعه كل الايه اللي فات، الدنيا بتمشي ازاي. طيب، ممكن بره ده انصحكم بايه؟ أديكم شويه نصايح كده. اول نصيحه، في مواقع مختلفه بيبقى عليها تمبلتس جاهزه. اوكي. اول نصيحه، موقع اسمه ميرو دوت كوم. فده نموذج لميديا بلان. نموذج لميديا بلان، هي بتبقى جاهزه. يعني انت بتدخل تقول له ميديا بلان، يجيبها لك جاهزه، ايه المنصات اللي هتعلن عليها، نوع الاعلان، التارجت مين، هتعمل ايه، هتوصل لايه، وهكذا. وفيها تمبلتس للصبح. يعني لو دخلنا كده على ميرو ده هتلاقوا بشكل ظريف تمبلت مثلا زي ما احنا شايفين كده، شو اول. عايز اوريها لكم كلها، اول تمبلتس. فيها كل النماذج اللي تسهل لك. عايز تعمل اهداف للبيزنس، عايز تعمل فريم لاستراتيجي، بريف، بلاننج، ماركتنج بلاننج، كل حاجة انت عايزها بتحلم بيها. فيها نماذج مجانية. ممكن تعمل ريسيرش على طول من هنا على الحاجة اللي انت بتدور عليها، ايا يعني كان نوعها ايه او قصتها ايه. وليكن حد بيعمل كونتنت كالندر، فممكن هنا عادي جدا. هنا بتلاقي حاجة اسمها ديجيتال كامبين بلاننج. هدوس عليها، تعالوا نشوف ده عبارة عن ايه. وطبعا في مواقع تانية ابقى انزلها بعدين يعني، لكن دي واحدة منهم سهلة وبسيطة، وبيجيب لك كذا فيرجن. شوف انت عايز ايه الدنيا. عايز تعمل كامبين
نوع الكامبينز ايه، منصاتها ايه، حاجه للكرييتيف، حاجه للكونتنت. اختار التمبلت اللي تعجبك يعني عشان تكبرها بقى كده وتشتغل عليها. كل دي تمبلت جاهزه، جاهزه اهو، سواء خطه محتوى، اعلانات. وممكن بصغر خالص عشان افهم ايه التمبلتس دي. السؤال الاشهر جميل، ودي اهم المنصات وقصتها ايه، وازاي بقى بناء على كل اللي فات ده ابدا ازاي في عالم الميديا باينج بالذات لو انا ما عنديش خبره. فدي من اهم الاسئله وهقول لكم حلول ليها. طيب، هنا الهدف والسؤال موجه ان انا ازاي ابدا في الميديا باينج، مش بدات بالفعل، أنا ماليش دعوه بالناس اللي بدات. اوكي. طيب المهم، اول خطوه فري ليرنينج. فكرة المنصات المجانية باللغة الإنجليزية أو العربية اللي بتعمل دورات مجانية في البداية لمجال الميديا باينج. وما أكثرهم هرفعها لكم كلها بكرة في بوست واحد كده بإذن الله على لينكد إن أند الفيسبوك. طيب، ليه بقول فري ليرنينج؟ لأن أنا كأخ ليك مش ضامنك، يعني ما اعرفش ان انت هتلقط، هتكمل، هتشوف هو ده مجالك ولا الاس اي او ولا الكونتنت ولا ايه بالظبط. يعني ما تدفعش فلوس في حاجة انت لسه مش عارف الدنيا ايه. فهنا لما بتبدأ في الحاجات المجانية، وهقول لكم بقى طبعا بقية الخطوات، هتنور معاك أسئلة ادفانسد وهتنور معاك حلول ادفانسد. اوكي. طيب، بعد الفري ليرنينج مدتها قد ايه؟ 3 شهور بالكتير. ده الفري ليرنينج. طيب، هنيجي هنا بعد كده بعد الفري ليرنينج هناخد الايه، هندور على انترنشيب بعد كده، وهرجع لها تاني paid workshops. بعد كده نرجع تاني free projects. بعد كده build your portfolio. هنا ممكن بعد الانترنشيب هزود لينكد ان بي بي او بيرسون براندنج. بعد كده get مثلا جي سي سي او جلوبال جوب. بعد كده خلاص بقى سكيل بقى يور كارير. طب ايه النصايح دي مقصود بيها ايه؟ خلاص قلنا المرحله المجانيه دي مقصود بيها ايه. بعد كده هيحصل حاجه من الاثنين مع بعض، او الحاجتين مع بعض. الانترنشيب انك تبدا تبحث عن الشركات والايجنسيز اللي عندها فرصه تدريب بقى، ان هي تدربك معاها شهرين او 3 او شهر، والصيف خلاص جاي علينا هو بعد رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فنبدا ناخد انترنشيب في الشركه دي او الايجنسي دي. اوكي. فاخد بقى في الادز في الميديا باينج، بشغل بجرب ومش هاخد اي فلوس، مش هاخد اي حاجه. هو هينبسط جدا بالصيغه دي، هعمل لك الكامبينز، هعمل لك اللي انت عايزه، ومش هاخد حتى بوكيت ماني، مش عايز. فانت بتاخد خبره من الشركه دي او الايجنسي دي. في نفس التوقيت رجاء انك تعمل لينكد ان بيرسون براندنج، تنزل تيبس عن اللي بتتعلمه، تشارك خبرات، تشارك ابديتس، فتبدا الناس تتابعك او تتكلم معاك في الجزء ده على لينكد ان. بعد كده نبدا ناخد الدورات المدفوعه. بس هنا بقى رجاء قبل ما تفكر تاخد الدورات المدفوعه دي، انك تعرف انت مستواك فين. بيبدا في النص فوق عشان تختار فعلا الحاجه اللي هتفيدك. اوكي. فدي مهمه جدا جدا انك تحدد. والله انا في البيد ورك شوبس انا خلاص عندي البيزكس وعايز ابدا، يعني هروح لاي ام دي او الشركات التانيه المحترمه اللي موجوده. والله لا، انا بقالي 4 سنين وعملت كل ده وعايز اسكيل الخبرات بتاعتي اكتر، هروح ل اي اس جروس او عبد الرحمن سليم كوميونتي او ما شبه الكلام ده في الجلف او غيره. بس هنا لو ما عندكش حاجه تجرب عليها او تطبق عليها في نفس التوقيت، فانت حضورك في هذه البرامج كلها ايا كان مستواك على الارض وفلوسك على الارض. ليه؟ لان احنا كل ساعه في ابديت. فلو انت مش شغال دلوقتي او عندك شغل، ما تحضرش او تدفع كورسات، فلوسك على الارض. تمام تمام. طيب، هنيجي بعد كده خلاص ربنا كرمني بانترنشيب وخدت معاها يا سيدي البيد ورك شوبس. هنيجي هنا للسؤال الاشهر، اشغلك ليه وانت ما عندكش خبرة؟ صح كده؟ طيب، فهنبدأ نخش على اهم الجروبات في المجال، اللي هي الجروبات النظيفة، اللي هي فعلا في ناس بتساعد باخلاص، مش بيقعدوا يتبلوا على الناس ولا يقعدوا يحنكشوا. فالمهم يعني جروبات زي مين مثلا بالاسماء؟ انا بيعجبني سينك كوميونتي، جروب حلو جدا. ماركترز اوف ايجيبت، لين فور ستارت ابس،
رايز اب كونكت، انتربرينور هاب. يعني دول احسن اربعه خمسه انا بشوفهم، وعليهم انجيجمنت كويس يعني. فممكن تعملوا ايه؟ تخشوا على الجروبات دي وتقولوا ايه: بحكم الظروف الاقتصاديه الصعبه، ركزوا معايا في الصيغه دي، مرحبا، أنا عبد الرحمن سليم، وبحكم الظروف الاقتصادية الصعبة قررت أن أعمل حملات إعلانية مجانا ل5 شركات مصرية دعما ليهم في هذه الظروف الصعبة. انت مش بتكذب، انت كده كده واخد النية لله، بس فيد واستفيد. مش معنى انك بتعمل حاجة فري ان مبقاش ليه تقدير معنوي حتى يا اخي الناس تشكرك ولا تعمل حاجة. مش هنعرف نكمل يعني. انا نفسي انسان لو حسيت ان في حاجة بعملها فري ونيتي كويسة، وحسيت ان الناس مش في ظهري او مقدرة ده، هبطل اعملها حتى لو هي حاجة بتسعدني يعني، ان في اولويات في مسؤوليات عندنا يعني. فاني واي، فبتدخل اكيد هيجي لك 5 شركات على الاقل. فمن هنا انت جربت واشتغلت مع ال5 شركات البسيطه دول، فتقدر تعمل يور اون بورتفوليو. عملته بقى على موقع اباوت مي، عملته على حاجات بالذكاء الاصطناعي، سهل جدا تبنيه، وتبدا يبقى عندك رابط مختصر ليك، هو ده اسمك وعنوانك وشغلك واللي انت عملته. وبناء عليه ابدا بقى اخش على لينكد ان وعلى ابلكيشن اسمه انديد، ونبدا نقدم على الوظائف في السعوديه، في الامارات، في الكويت، في قطر، في ايا كان البلاد او بره الريجن اصلا. وتبدا تشتغل سواء ريموتلي او فول تايم جوب من هذه المجالات او الدول. بعد كده خلاص ربنا كرمك بالوظيفه اللي بتدور عليها، ابدا بقى اعمل سكيلينج للكارير بتاعك بقى بشكل متقدم، زود خبراتك، زود المنصات اللي بتشتغل عليها، وما الى ذلك الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها.